قبل يومين ورد واحد الخبر مفاده محاولة نتاع اختراق وكالة الأنباء الجزائرية. ولا هذا الخبر واحد المادة دسمة تم تداولها على مستوى الوسائط تاع التواصل الاجتماعي وإعلاميا في الدول تاع العالم العربي. هذا المعطى أو هذا الخبر بقى كيتراوح ما بين موقفين: موقف اللي تضامن مع هذه الوكالة تاع الأنباء الجزائرية أو ما يعرف بواج، وموقف اللي قارب هذا المعطى ولا هذا الخبر بطريقة نتاع السخرية. هذا الخبر أو هكذا خبر ليس غريبا على الجزائريين، بل على جنرالات قصر المرادية. عادي باش يخرجوا هاد الجنرالات بهاد الخرجات، فكما انهم جاوا في واحد المرحله معينه وتم اتهام المغرب على اساس شعل النيران في مجموعه نتاع المناطق نتاع الجزائر. بعد ذلك كانت اتهامات اخرى اللي لا تخرج عن كونها راه واحد النوع من الهذيان ولا واحد الهلوسه، ان المغرب يمول الماك ويمول القبائل، بل وصل الحد انه اتهموا المغرب بانه متورط في كما نقولوا الدبوليه نتاع العشب نتاع بعض الملاعب في الجزائر. خرجت هذه الوكاله نتاع الانباء الجزائريه ببيان مفاده لان الموقع الالكتروني للوكاله نتاع الانباء الجزائريه بنسخته ناطقه باللغتين وبلغات اجنبيه، وقالوا بانه راه منذ مده كيتعرض لواحد الهجمات السيبرانيه متفاوته الحده. وهذا المصدر اعتبر بلي ان هذه الهجمات تندرج في اطار واحد الحرب اعلاميه كما سموها والكترونيه كتستهدف الجزائر، وكتزداد الحده نتاع هذه الهجمات بعد المواقف والقرارات اللي اتخذتها الدوله الجزائريه على مستوى كما يقولون ما هو عربي، ما هو اقليمي، وما هو دولي. كعادة الجزائر ولا جنرالات قصر المرادية ما فوتوش الفرصة باش هاد التهمة يتم إلصاقها بالمغرب ومعه إسرائيل وبعض الدول الأوروبية. غريب هاد النمط نتاع التفكير نتاع جنرالات قصر المرادية، هذا الشذوذ في التفكير، شذوذ في اتخاذ المواقف، شذوذ في ردود الأفعال. بمعنى المغرب أو إسرائيل بتفوقها التكنولوجي أو أوروبا بوكالات أنبائها العملاقة عندها الوقت باش تجي تخترق وكالة مهترئة لا تنتج حتى أبجديات الإعلام. يعني هذه قمة السخافة، أنه ملي كنهضروا على وكالة الأنباء الجزائرية، لو أنك تتصفح هذه الوكالة ما يمكنش غادي تلقى فيها من غير شذرات تتعلق بترويج المؤسسة العسكرية، البطولات الوهمية نتاع هذا العسكر الجزائري، والحيز الأكبر مخصص لجمهورية الكرتون أو ما يعرف بجمهورية العجاج البوليزاريو. بمعنى هذه وكالة الأنباء الجزائرية التي تطلق هذه الاتهامات جزافا لا تستحق الاختراق ولا تستحق المتابعة، بل حتى التصفح لا يليق بها. ولكن شوف دابا الآن المنطق اللي كيحكم العقلية نتاع الجزائريين، هذا المنطق مؤامرات نتاع ديال الأعداء كما كتسميهم الخارجيين، ولات واحد الأسطوانة اللي مشروخة
دابا حتى الشعب الجزائري بالرغم من هذه المرحله نتاع ما يمكن اعتبارها مرحله الكمون اللي تلت الحراك الجزائري السلمي، الا ان الشعب الجزائري بنخبه، بالناس نتاعو المثقفين، بسياسيه الوازنين، واعي بهذه الاسطوانه دابا بلي انها تشرخت واصبحت غير صالحه للاستعمال. الان الجزائر دخلت في واحد النفق مسدود وتحاول ابتكار اخبار من هذا النوع. كتجي دوله اللي كتعتبر راسها دوله بمؤسسات بجهاز اعلامي مرجعيه معينه وتطلق خبر كهذا، كما قلنا ليس بغريب عنها. يعني هذا دليل على المأزق، محاولة توديد الجيش نتاع الشعب الجزائري في أفق صناعة واحد التصور وطني، هذا كما يعتقد جنرال قصر المرادية، على أساس راه عندنا ناس اللي كتستهدفنا وبلا ودي راه الأولوية للتجند ضد هاد الأعداء الخارجيين، أو كما كيسموهم المغرب العدو الكلاسيكي كما سماه شنقريها. شكرا جزيلا، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.